ليش كل الأندية الكبيرة عم تبني ملاعب جديدة؟ ريال مدريد جدد ملعب السنتياغو برنابيو وضاعف إيراداته بشكل كبير. الملعب لحاله متوقع انه يجيب هاي السنة 320 مليون يورو، ومتوقعين انه يجيب اكثر في المستقبل مع الفعاليات الدولية. بس يا هل ترى كم كلف تجديد الملعب؟ مليار يورو. وحتى برشلونة ناوي يعمل نفس الشيء، راح يرفع سعة المقاعد ل 105 آلاف متفرج. راح يكون أكبر ملعب في العالم بسقف متحرك. فلوس بتكفي برشلونة أنه يطلع من أزمته المالية. وبنفس الوقت انتر ميلان وإيسي ميلان عم يبنوا ملعب جديد، ومانشستر يونايتد ناويين يعملوا أكثر ملعب متطور في العالم عشان يرفع النادي لقمة الدوري الإنجليزي وتزيد الإيرادات لحتى يجيبوا تشكيلة من أحسن ما يكون. تشيلسي راح يطور ملعب ستامفورد بريدج لأنهم بدهم يحافظوا على روح الملعب ويطوروه بنفس الوقت. وباريس راح ينتقلوا من ملعب بارك دي برينس لملعب أفضل.